اعتقد انه ايام كولر اصبحت معدوده في النادي الاهلي، حتى لو حقق نتائج. انا وجهه نظري دايما لما بيبدا الحديث معدوده لما بيبدا الحديث عن المدير الفني حتى هو ما بيحصلش راحه، خلاص جمهور الاهلي اصبح رافض كولر. جمهور الاهلي حتى لو كولر جاب مش قوي كده بلاش. انا بكلمك. يا نهار ابيض يا جماعه اللي بيحصل. جمهور الاهلي رافض كولر حتى لو حقق نتائج، والمدرب يلغي النتائج، وخلاص الراجل عشان خاطر اتعادل ماتشين خلاص الدنيا قامت عليه كده كده. كولر ايامه معدوده. هاتوا خد لايك واشتراك وشوف اللي وراك. انا برضه عايز اشوف دور الكابتن سيد عبد الحفيظ في المرحله دي ايه. كابتن حفيظ ما هو الراجل فين دور في مصر الاداره ما ما فيش هو كابتن سيد عبد ما فيش دلوقتي. مش في انسان بيشتغل في اطار لائحه تمام. حاجه اي حاجه تفوق اللائحه الاداره اللي بتقول. يعني يعني انا عندي في اللائحه حاجه اسمها بند اسم وقف مساقط كل اللاعبين، مفيش في اللائحه كده. فلازم القرار يبقى جاي منين؟ القرار السيادي. انا بس علاقه اللعيبه وتصرفات بعض اللعيبه في الفريق، احنا ما فيش اي قصدك الكابتن سيد يعني بيبقى في الاستيعاب. بقى ده موسم الهجوم على الاهلي. الاول مسكته في كولر ودلوقتي في سيد عبد الحفيظ. كل ده برضه عشان ماتشين تعادل. لا ده الموضوع ده متخطط له، الامر ده مدبر. هنمشي الراجل عشان ماتشين يتعادلهم؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟